معلومة تهمك أو متهمكش، يلا نفهم مع رندفاية ايه سر ال14 رقم في بطاقة الرقم القومي. البطاقة الشخصية اللي في ايدك دي هتقولك معلومات كتير عن نفسك انت عن نفسك متعرفهاش، وده من ال14 رقم اللي في البطاقة. خلينا نبدأ بأول رقم من الشمال. انت هتلقى رقمين، 2 أو 3. ده بيوضح لك القرن اللي انت اتولدت فيه، يعني مواليد 1900 لحد 1999 بياخدوا رقم 2، مواليد 2000 لحد 2099 دول بياخدوا رقم 3. لاحظ كويس كده ان كل 100 سنة الرقم هيزيد 1، يعني مواليد 3000 لحد 3099 هياخدوا رقم 4، واحسب على كده. ال6 أرقام بعد كده هي أرقام تاريخ ميلادك، رقمين سنة، رقمين شهر، رقمين يوم. أعتقد دي سهلة جدا. بعد ال6 أرقام بيجي رقمين تانيين، الرقمين دول بيوضحوا المحافظة اللي انت اتولدت فيها. كل محافظة ليها كود، وخلي بالك لو الرقمين دول لقيتهم 88 يبقى انت اتولدت خارج مصر. ركز معايا في ال3 أرقام اللي بعد كده، هما دول الأرقام اللي هيقولولك انت كده رقم كام في مواليد المحافظة بتاعتك في اليوم اللي انت اتولدت فيه. أنا طلعت المولود رقم 43، قولي انت كده طلعت المولود رقم كام؟ الرقم اللي بعد كده بيوضح لك نوع المولود، لو كان فردي بيبقى ذكر، ولو كان زوجي بتكون أنثى. وآخر رقم هو رقم 14 من ناحية اليمين، ده رقم الكود اللي بتحطه الوزارة على بطاقتك علشان تحمي بطاقتك من التزوير، وبيتم اختياره بطريقة عشوائية، وبيكون من رقم 1 لحد رقم 9. وسهل جدا بعد ما عرفنا سر ال14 رقم في بطاقة الرقم القومي إنك تحفظ رقمك بكل سهولة.